النهاردة بقى هنعمل طبق البامية باللحمة اللي كنا بناكله من ايدين امهاتنا زمان. طعم جميل ولون ولا اروع. بص اللون عامل ازاي واللحمة دايبة جدا. حلة كبيرة على النار هننزل فيها بمعلقتين سمنة. اول ما السمنة تبتدي تسيح معايا هنزل ب5 فصوص توم مهروسين. هقلب التوم كويس اوي لغاية ما يبتدي يدبل معايا واخد اللون الاصفر الدهبي الجميل ده. هننزل بمعلقتين كبار صلصة ونقلب لغاية الصلصة ما تاخد لون محمر كده غامق معايا. هو ده اللي هيفرق معانا في شكل الصوص في الاخر يا جماعة. هنحط عليهم بقى شوية سكر هيزودوا معايا من اللون ومن حلاوتها ومن طعمتها في الاخر خالص. ودول شوية كزبرة كمان هيزودوا معايا من الطعم. انت كده مش محتاجة تعملي طشة ولا اي حاجة في الاخر. طعمها هيبقى تحفة بالخطوات اللي بقولك عليها دي بالظبط. هنبقى عصرين تقريبا 10 طماطمات ونصفيهم كويس قوي. لازم يا جماعة نصفي الطماطم علشان ما يبقاش شكل الصلصة بعد كده مكلكع، يبقى شكلها جميل وهي تتقل لوحدها كده من خلال التسبيكة. هنقلب بقى الطماطم دي كويس خالص عشان تنسجم مع الصلصة، وبعدين هنغطيها ونسيبها على نار عالية في البداية لغاية ما تبتدي تغلي. ودي شكلها يا جماعة بعد ما اتسبكت. محتاجينها تبقى نفس القوام ده، تقيلة ومتماسكة كده بالشكل ده. وبعدين هننزل عليها بالبامية. انا هعمل كيسين بامية لان كان عندي عزومة. كمان لازم اقلب البامية كويس. كده البامية دخلها سوا جميل خالص اهو. دوس عليها كده بظهر الشوكة. خلاص بنغطي عليها بقى وبنسيبها على نار هادية. وكده الشكل النهائي. ألف صحة وهنا على قلبكم.